وانا في الصيدليه من كام يوم عيني لمحت كذا برودكت موجود في قسم الكوزماتكس مكتوب عليه دراجونز بلاد. ايه اللي جاب دم التنين في الكوزماتكس اصلا؟ وايه مره واحده كده لقيناه بقى بيطلع لنا في الفيديوز واعلانات اعلانات اعلانات في برودكتس كتير وترويج ليه بالمنظر ده؟ اول حاجه لازم نعرفها ان الدراجونز بلاد ده مش دم التنين ولا حاجه، هو ماده موجوده في النبات في الساق بتاعه النبات اسمها الريزن. والشجرة اللي بيستخلصوا منها الريزن الأحمر ده هي أصلا شجرة بيستخدموها في بعض المستحضرات التجميل في حاجات كتير، وغالبا بنلاقي الشجرة ديت في غابات الأمازون، اسمها كروتون ليكرالي. الناس زمان كانوا بيستخدموها من أكتر من 2000 سنة علشان يعالجوا الجروح، يوقفوا النزيف، يعالجوا القرح، التقرحات بتاعة الجلد. فلو جينا بصينا على دراجونز بلاد ده من الناحية الكيميائية، هل هو أصلا مركب كيميائي؟ هو مش بالظبط، هو فايتو كيميكال. يعني ايه؟ يعني ماده بيتم استخلاصها من نبات، يعني بتكون عباره عن ميكس كده من الفلافونويدز والتانينز والبوليفينولز، بتبقى زي بذور العنب والشاي الاخضر في ان هي بتكون مضادات اكسده قويه للجسم وللبشره لو اتحطت عليها توبيكلي كده. انا ليه احط الماده ديت في السيرومز مثلا وابيعها في هيئه برودكت؟ علشان الماده دي بتقلل التهيجات بتاعه البشره، وبتساعد على الهيلينج بتاع البشره لو عندك حاجز البشره متدمر. يعني مثلا الدراجونز بلاد دي مش مثلا بتعمل وايتنينج، مش مثلا بتشيل اثار الحبوب زي النايسيناميد، وحتى مش بتزود الكولاجين زي الريتينول والريتينال وفيتامين سي. يعني استخدامها مش اوفر قوي اللي هو انا اروح اشتريها عشان هتعالج لي وتعمل لي الواو. انتي طالما ما عندكيش التهابات وطالما بشرتك زي الفل، الحاجز بتاعها مش متدمر من كتر البرودكت، ليه تستخدميه؟ هو يا دوبك حاجه طالعه جديده ليها اسم يشد، احنا بنجري وراها. علشان كده لازم نعمل ريسيرش ولا اي حاجه بنستخدمها يا جماعه. ولو مهتمين زي على مواضيع العقاقير وصيدله والمواد الفعاله والكوزماتكس، اعملوا لي فولو عشان انا هتكلم عليها كتير الفتره الجايه.